الكاميرا تصور نراهم الكاميرا هو كاين وبحضور مجموعة من الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الأبواب المفتوحة لإعدادية المولاي رشيد بالرشيدية، ارتأينا هذه السنة أننا نقوم بعرض مجموعة من الكتب، مجموعة من المعلومات الخاصة بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة للأساتذة، التعريف بمحتويات المكتبة وكذلك تشجيع القراءة اللي احنا كنشوفوا كلنا كنعرفوا بأن كاين هناك عزوف كبير على عن الكتاب وعلى المحتويات ديال الكتاب. فارتأينا أن هذه مبادرة أولى ومبادرة اللي غادي نخليوها تقريبا يعني واحد العملية اللي غادي نخليوها طيلة واحد 2 ديال الأسابيع، أننا باش يتسنى لجميع الأساتذة أن يجيبوا مجموعة ديال التلاميذ اللي عندهم ويقوموا بزيارة المكتبة والتعريف بالمكتبة، وكذلك تشجيع الانخراط في اقتناء أو في إعارة الكتب الموجودة الترفيهية الموجودة بالمكتبة. في إطار تفعيل مشروع المؤسسة تم يعني إغناء المكتبة المدرسية داخل المؤسسة بمجموعة من الكتب للتفعيل وأجرأت هذا المشروع. فشكرا لمجموعة من الشركاء الذين أمدونا بمجموعة من الكتب لإغناء هذه المكتبة، وشكرا لجميع الأطر الإدارية والتربوية على الانخراط في هذا المشروع. يعني معرض جد رائع تحتوي كتب جيده في جميع المواد جميع اللغات، يعني مع التلاميذ الا انهم يطلعوا ويديروا مبادره انهم يشوفوا يطلعوا على جميع الكتب ويستافدوا ان شاء الله، وبالتوفيق والنجاح لكل التلاميذ. ما كانش صراحه يكون هذه ثمرة مجهودات يقوم بها أساتذة الفنون التشكيلية خدمة للناشئة. مؤسسة مولاي رشيد مؤسسة رائدة على مستوى الإقليم وعلى المستوى الوطني، نتمنى لها المزيد من التوفيق والإشعاع على المستوى الثقافي والتربوي. فشكرا جزيلا مرة أخرى لأساتذة الفنون التشكيلية، وتحية تقديرية كل العاملين بالحقل التربوي في هذه المؤسسة، وشكرا. المهم هذه بديرة طيبة باش ان المؤسسه اقتنت مجموعه من الكتب اللي في المقرى وغير المقررات التثقيفيه وترفيهيه، وهي في لصالح التلميذات والتلاميذ مولاي رشيد والتلاميذ بصفه عامه وحتى الاساتذه بصفه خاصه. وكان يعني ارتسامات جيده زعما بهذه البديره، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان التلاميذ يحاولوا يقراوا ينتبهوا ويقتنوا هذه الكتب لانها جد مفيده جدا. بداية كنشكروا المقيمين على عملية تنظيم هذا المعرض. بطبيعة الحال لأول مرة كنلاحظ بأنه المكتبة كتضم مجموعة من الكتب اللي تم عرضها. في الحقيقة كنت كنتصور على أنه كانت هذه الكتب بطبيعة الحال في مستوى التلاميذ، ولكن كنشوف بأنه ماشي غير في مستوى التلاميذ، في مستوى كذلك الأساتذة. فهذه الكتب بطبيعة الحال مجموعة منها ما كانش كتوفر لدينا في واحد المرحلة من المراحل، وهذا شيء إيجابي وشيء يعني خصنا ندعمه
خاصة وأن هذه المسألة ديال القراءة اللي بدات كتعرف واحد النوع ديال التراجع لابد من تشجيع القراءة في هذه الجوانب.